صباح الخير وأهلا وسهلا بكم. فما بنية ديما تبعث لي في الخاص، أما الله غالب ديما ننسى، والمخ من كثرة المشاغل مش ديما يتذكر. يقول لي ترى راني نعدي في البكالوريا راني تعبة برشا نحب نفرح ماما، عايشك ادعي لي وقولي لي قولي للمتابعين نتاعك يدعوا لي يقولوا 40 دعوة من غريب مستجابة. بري بنيتي إن شاء الله ربي ينجحك ويفرح قلبك ويفرح قلب ميمتك ويفرح قلب كل أم تستنى في فرحة من صغيرها، سواء باك سواء جامعة سواء تخرج سواء أولى ثانوي سواء ابتدائي، خاطر فرحة النجاح راهي ما كيفها حتى فرحة. بما أن شهر كريم وأيامات فضيلة، فضلا وليس أمرا، دعوة خير لكل صغير ولا لكل شاب ولا شابة تعبين في قريتهم، وخاصة جماعة البكالوريا، ربي يفرحكم ويفرح قلوبكم وإن شاء الله نسمعوا زغاريد في كل دار. باهي توا ندخلوا للمنيو متاع اليوم. شفتوني في الأول عملت مقارونة خفيفة بشوية طماطم كعب ودرت معاها مغرفة طماطم معجون. أنا عندي طرف سكالوب نحيت الثلث متاعه درت بيه المقرونة باش نعمل مقرونة بلومة، والثلثين باش نعمل بيه باجيت فرسي. فواحدة طروف اسكالوب هذوكم بشوية فلفل أكحل وشوية زيت زيتونة ومغرفة موتارد، وكي شاح التكستير متاعها عملت عليه في الآخر عصرة قارص. دونك الاسكالوب متاع الباجيت فرسي حضر غاديكا. بما أن عشايا البارح مصلي فضل لي منها طرف دجاج وقطيعات بطاطا مقليين. دونك فتك الدجاج وقصيت عليه كعبات البطاطا المقلية المحمرة سامحوني، ورشيت عليه رشة معدنوس وشخشختها بالجبونات باش نعمل طاجين ملصوقة. دونك عملت مول صغير وعملت مول متوسط، محبش نعمل مول كبير، قسمت على دو مول باش يجيني عالي، يعني العادة نعمله على مول هيك مول صغير ماهوش عالي برشا. أما المرة هذه حبيت نعمله عالي شوي. دونك كيما تشوفوا مسحت المول بالفخار بالزبدة والوريقات كيف كيف متاع البريك من داخل ومن برا بالزبدة، وحطيت الفارس وعملت طوابع جبن من فوق، وركضت شوية كعيب عظم بشوية جبن ورشة فلفل أكحل وحطيتها من فوق باش الطاجين يبقى لي عالي ما يهبط ليش لوطة. كملت رشيت عليها شوية زبدة من فوق ودهنتها مليح ودخلتها للفور نحل عليه من اللوطة من الأول ونخليه يتحمر ويطيب. وبعد كي نحس ندخل الكيردون في وسطها معناها نشوف أنا نلقاه طاب نحل عليه من فوق باش ياخذ هاك اللون الأحمر. هذايا المول بعد شو اسمه سامحوني، هذايا طاجين البريك الصغير بعد ما حضر شفتوا كيفاش قعد عالي غاديكا ما هبطش. وهذاك الطويجين الثاني ماهوش كبير غربة كاني مكبرة الصورة. دونك صوص المقرونة غاديكا متاعي طابت، جست باش نرمي فيها طريف فلفل أخضر هكاك عملتها في شكل روندلات. وكنت أني حاطة المقرونة تطيب غاديك على جنب، ما عملتش رطل اليوم، رديت بالي وانتبهت عملت بريسك رطل نص رطل سامحوني وشوية باش تجي مشخشخة بالصوص خاطر إحنا ما نحبوهاش شايحة برشا آه، المقرونة. وخليتها غاديكا تتجمر على نار مهينة وحطيتها على جنب. وما أنني ديما عندي عجينة في الفريجو متوفرة دونك خرجتها على بكري، عاودت خليتها لين عاودت تخمرت حليتها وشكلتها بالطريقة هذيك وحطيت فيها ما كتب ربي راهو الفارس متاع الباجيت فرسي تعملوا فيه اللي تحبوا، المهم يكون مشخشخ بزيت بالجبونات وكاو باش يجي بنين. دونك سلطة خضرا اليوم أن البات بزايد على الطاولة معناها سلطة خس. هذاك طاجين البريك جي عالي ومتحمر بسم الله ما شاء الله اللي كان البارح هذاك تشبحوا فيه طاجين البريك اللي كان البارح الصحن متاع المصلي. بحول الله في سيدي رمضان ما نطيشوا شيء، بلي طيبي في رمضان شوية ديما تبقى لك الماكلة، بلي طيبي شوية ديما تبقى الماكلة. هاني حطيت لكم ترونش من الطاجين باش تشوفوها كيفاش طايب في حقه من داخل. وهذيكم كعبات الباجيت فارسي قصيتهم ترونشات بالطريقة هذيك ورشيت عليهم شوية مايونيز حتى هما جو خفاف وهشوشين على المحلاهم. وفي الأخير قبل ما نوصلوا للأخير بيان سور راني باش نوريكم ترونش كيفاش طرية هكاك مشخشخة من داخل. دونك هذيك في الأخير مقرونتنا بسيطة بمكونات بسيطة ما تتكلفش. الحمد لله يا ربي على النعمة اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. هذا عشاء اليوم، وبقى كان نقول لكم شهية طيبة وإن شاء الله نهاركم زين، وإلى اللقاء في فيديو آخر وتحياتي حبيباتي.